في غربتك هتقابل واحد من الناس، نوعية من الناس هي أشر حد هتقابله وأوحش حد هتقابله، اللي هو أنا مش لاقي له وصف، يعني حاجة معينة، مش واطي مش ناقص مش لا، ده بيلم الحاجات كلها، اللي هو يخليك سواء في شغلك وأنت متغرب أو في السكن حتى، يخليك أنت نفسك وحش. يعني هو أصلا ما يوصلك المرحلة إنك أنت تبقى وحش، أو إنك أنت تبقى واطي، او انك تبقى معفن، المهم اي حاجه. اللي هو البني ادم اللي هو جاي لك اول حاجه طمعان، حقود، مش شبعان في بيته، جاء شافك انت انسان مثلا محبوب او شايف شغلك او كذا، فهو مش عاجبه، عنده حقد، وانت تقعد تعامله باخلاقك وبتربيتك اللي تربيت فيها، فهو يزود يعمل لك مشاكل في شغلك، يعمل فيك مقالب، يفتن عليك لو انت مثلا مزوغ، يعرف الاماكن اللي انت ما تروحها فيقعد يشوه صورتك. فانت يوصلك المرحله انك انت خلاص لازم عاوز توقفه، فانت لازم تعامله بنفس المعامله، لانه المعامله الكويسه ما نفعتش معاه. يعني فانت هو يبتدي مثلا يعمل فيك حاجه مش كويسه، تعمل انت فيه حاجتين، يجي مثلا يتكلم عليك وانت في غايب، يعني يتكلم عنك كلام وحش، فانت ما تتكلم عليه 60 كلام وحش. يكون في موقف المفروض انك توقف معاه وجدعنه، فانت عشان هو ما يستاهلش ووصلك المرحله انك انت مش عايز تساعده، فما تسيبه يروح في اللي هو رايح فيه، تكون حاجه مش كويسه. فهو اصلا خلاك انت وحش، وخلاك منظرك قدام الناس انك انت فعلا وحش، لانه هي الطريقه الوحيده دي اللي تنفع معاه عشان يرجع. ما هو انت كل ما تعامله كويس هو ما يزيد يفكرك ضعيف، يفكرك خايف منه، يفكرك مثلا مالكش شخصيه. فده البني ادم اللي هو اصلا ما يخليك انت وحش فعلا، يعني انت ما تعمل حاجات هي مش من اخلاقك ولا من تربيتك. ده اوسخ واحد هتقابله في الغربه.